الحشيش من أكتر الحاجات اللي عليها جدل، في ناس شايفاه حاجة بسيطة وبتساعدهم يهدوا، وناس تانية بتقول إنه سبب مشاكل كتيرة جدا في حياتهم. علميا اللي بيحصل مش بسيط خالص. مادة زي ال THC بتدخل المخ وبتبدأ تأثر على مناطق مسؤولة عن الذاكرة والمزاج والإحساس بالوقت. علشان كده التجربة ممكن هي نفسها تكون مريحة لشخص ومقلقة لشخص تاني. الفكرة هنا مش رأي أو انطباع، الفكرة إن في تأثير حقيقي بيحصل جوه المخ، وتأثير بيختلف من شخص للتاني بشكل واضح. وفي حلقتنا النهاردة من برين بايتس بودكاست هنفهم إيه اللي بيحصل في جسمك وفي مخك بالظبط، وليه الموضوع مش أبيض وأسود زي ما بيتقال. مبدئيا الحشيش فيه مادة اسمها ال THC، وده مركب كيميائي بيشتغل على مستقبلات في المخ. المستقبلات دي بتبقى موجودة في مناطق مسؤولة عن المزاج والتركيز والإحساس بالوقت والذاكرة، وكمان التحكم في الحركة والألم. ونتيجة لده المخ بيبدأ يشتغل بطريقة مختلفة، يعني أوقات يحس بالهدوء وساعات يحصل تشتت في الانتباه، وكمان الإحساس بالوقت بيختلف، أوقات تحس الوقت بيمر ببطء وأحيانا بيكون سريع عن الطبيعي. الحشيش ليه تأثيرات مختلفة على المخ والجسم. لو اتكلمنا مثلا على المزاج والسلوك فهو بيسبب شعور بالسعادة، لأن ال THC بيزود إفراز الدوبامين، فبالتالي بيدي إحساس بالاسترخاء المؤقت. ده غير إنه بيسبب صعوبة في تكوين ذكريات جديدة، وبيعمل تشتت في التركيز. وزي ما قلنا بالنسبة للإحساس بالوقت، بيختلف الإحساس بالوقت ما بين سريع وبطيء. أما بالنسبة لتأثيره العام على الجسم فبيسبب زيادة في معدل ضربات القلب، جفاف في الفم والعين، انخفاض ضغط الدم بسيط، وأحيانا ممكن يعمل دوخة. ده غير توتر العضلات عند بعض الناس. المخ لكل واحد ليه استجابته المختلفة، وده نتيجة ان الكيمياء الداخلية والحالة النفسية والبيئة اللي حواليك وكمان الجرعة اللي بيتناولها الشخص، كل دي حاجات بتأثر على التجربة. وعشان كده نفس الجرعة ممكن تسبب شعور مريح لشخص وتكون سبب في اضطراب أو قلق لشخص تاني. الحشيش مش زي الهيروين في الاعتماد الجسدي، لكن ممكن يسبب اعتماد نفسي، بمعنى ان الشخص بيبقى محتاجه عشان يهدأ او ينام، وممكن يقل نشاطه عن الطبيعي وانتاجيته كمان تقل، وممكن يسبب ضعف التركيز والذاكرة على المدى الطويل، لان الدراسات بتقول ان حوالي 9% من المستخدمين بيصابوا بضعف الذاكرة والتركيز، والنسبة دي بتزيد لو بدأوا من سن المراهقة. بالرغم من كل الجوانب السلبية اللي اتكلمنا عليها بالنسبة للحشيش، إلا إنه ليه استخدامات طبية مثبتة علميا، زي مثلا تخفيف الألم المزمن، علاج الغثيان بعد العلاج الكيماوي، تحسين شهية بعض المرضى. بس لازم ناخد بالنا ان الجرعات والانواع مختلفة جدا، والتأثير على المخ بيكون قوي فعلا. علشان كده لازم يكون تحت اشراف طبي. ما نقدرش نحكم على الحشيش ونقول ان هو مفيد او ان هو ضار. انت اللي تقدر تحدد ده من خلال وعيك وتحملك المسؤولية. قولولي بقى رأيكم ايه، لو الحاجة اللي بتخلي دماغك مرتاحة مؤقتا بس بتسرق منك التركيز والطاقة على المدى الطويل، هل فعلا تستاهل؟ اكتبولي رأيكم في الكومنتس. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة من برين بايتس بودكاست. كنت معاكم آية عفيفي. لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، واشوفكم ان شاء الله في حلقة جديدة قريب.